بونجور. ازاي اقدر اقدم محتوى فني واستمر فيه؟ الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه النهارده ومن اكتر المواضيع اللي اتطلبت مني. لو اول مره تشوفوني، انا منى مصطفى، رسامه كتب اطفال ورسم ديجيتال، واكتر حاجه بحبها ان انا اتكلم عن مشواري في تعلم الرسم. الفيديو النهارده هيتقسم على 3 اقسام. اول حاجه الادوات، تاني حاجه مصادر المعلومات، واخر حاجه هو المحتوى نفسه. خلونا كده في الاول نتكلم عن الادوات اللي محتاجينها واللي هي ساعدتني في الاول على ان انا ابدا محتوى فني على الانترنت. طبعا اول حاجه لازم تكون عندنا كاميرا، سواء بقى كاميرا بروفيشنال او كاميرا موبايل. مش مهم ان احنا نبدا في الاول باحسن كاميرا في الدنيا، المهم بس يكون عندنا كاميرا نقدر نصور بيها سواء فيديوهات او صور. تاني حاجه هي الاضاءه، وهي دي الحاجة اللي بتدي بوش كده شوية للكاميرا بتاعتنا لو هي ما كانتش احسن كاميرا في الدنيا. لو هي مثلا كاميرا موبايل او كاميرا الكواليتي بتاعتها مش حلو، في اضاءة كويسة هتدي صورة حلوة قوي. الاضاءة دي ليها مصدرين. اول حاجة وده اللي ببلاش واللي متاح لينا كلنا واللي انا بدأت بيه، وهو نور الشمس. انا كنت في الاول بصور فيديوهاتي كلها او اي حاجة عايزة اصورها سواء صور حتى قدام شباك يكون بيدخل نور كويس. واحسن ميعاد ان احنا نستخدم فيه اضاءة الشمس هو يا اما بدري قوي يا اما بعد العصر، ان ده اكتر وقت بتكون الشمس فيه مش قويه قوي، مش اللي هو الشمس بتاعت بعد الظهر اللي بتبقى قويه قوي فبتعمل كاست شادو جامد. احنا محتاجين كده نور يكون سوفت شويه او هادي علشان ينور الوش وينور الادوات بتاعتنا وينور الصور بتاعتنا من غير ما يبوظ اللون بتاعها. تاني نوع اضاءه بقى فهو اضاءه الرينج لايت. اول لما بدات زي ما قلت لكم بدات بنور الشمس، ومع الوقت حوشت وجبت رينج لايت. مش احسن رينج لايت في الدنيا يعني، بس يعني بيقضي الغرض وبينفع معايا قوي في وقت الشتاء بالذات، لان الشمس بتكون مش باينه قوي ومش بتدخل اضاءه كويسه من الشباك، فبستعين بيه اكتر في الوقت ده. طبعا بقيت استعين بيه دايما في تصوير الفيديوهات. اخر حاجه من الادوات وهي المايك. في الاول كنت بستخدم المايك بتاع السماعات بتاعتي، وبرده بعد كده حوشت وجبت مايك اللي هو ده. المايك كان سعره رخيص نسبيا، معرفش دلوقتي هيبقى بكام، لكن تip حلوه لو انتوا مش معاكوا غير السماعات بتاعه الموبايل ان انتوا تستخدموها اكتر في الفويس اوفر. يعني صوروا كل اللي انتوا عايزينه من غير مايك، من غير صوت، وبعد كده تبقوا تحطوا الصوت بتاعكم على الصوره دي او الفيديو ده. كمان البرامج اللي بتعملوا عليها ادات، عارفه دي تعتبر من ضمن الادوات ولا لا، بس خليها يعني من ضمن الادوات. اول لما بدات كنت بستخدم برنامجين. اول برنامج كان مدفوع وكنت بطلع منه ريزلت حلوه قوي لان الكاميرا بتاعتي ما كانتش كويسه، فكنت بحاول اظبط الصوره بيه. بعد كده ابتديت بقى اعتمد على الرينج لايت والحاجات دي زي ما قلت لكم، فبقيت استخدم الابس اللي هي فري. اما برامج الادات بتاعه الفيديوهات فانا بستخدم انشوت. النسخه البريميوم ساعتها كنت اشتريتها كانت برضو رخيصه نسبيا وبتديني ادوات حلوه قوي. بس برضو كمان في كاب كات اسمع ان هو حلو قوي، انا ما استخدمتهوش كتير، استخدمته مره او مرتين، واعتقد ان هو ببلاش، واعتقد ان هو كمان بيديكوا كل المميزات اللي في انشوت في النسخه البريميوم تقدروا تاخدوها ببلاش هناك. نيجي بقى لتاني نقطة وهي نقطة المصادر بتاعتي. بجيب الافكار منين او ايه الحاجات اللي بتساعدني وبتشجعني ان انا اقدم محتوى؟ يوتيوب. اول مصدر ده يوتيوب يا جماعه، انا لاجئه عليه. انا غالبا طول الوقت بسمع فيديوهات عن الرسم، عن محتوى خاص بالرسم، اتفرج على فيديوهات كمان ليها علاقه بالفن عموما، مش بس الرسم، اي نوع فن. بحس ان ده بيديني افكار رهيبه حتى لو هي ملهاش علاقه قوي بالاسلوب اللي انا برسم بيه، بس فعلا بتديني افكار. متابعه ناس اصلا عندهم كرياتيفيتي ده بيديك دفعة للأمام كده، ان انت بتاخد طاقة منهم شوية انك تعمل انت كمان حاجة كويسة وتقدم للناس حاجة كويسة. مصدرين كمان مهمين جدا ليا للمعلومات وهم الكورسات اللي انا باخدها. انا باخد كورسات كتير اونلاين. انا عندي مشكلة ان انا لما ببقى عايزة معلومة او بعرف ان في حد عنده معلومة معينة انا ببقى نفسي اعرفها وبحس ان هي هتساعدني جدا، بفضل قاعدة وراها لغاية لما اخدها. فبحس دي ازاي يا جماعه المعلومات دي مستخبيه عن الناس الطبيعيه؟ يعني المفروض المعلومات دي تكون متاحه اكتر من كده. كمان الكتب الفنيه الخاصه بالرسم، سواء اللي بتورينا ازاي نرسم او اللي بتساعد الفنانين سواء من ناحيه صحتهم النفسيه او ازاي ان هم يطوروا الفن بتاعهم، دي كتب مهمه جدا وبعتمد عليها اغلب الوقت في مصادر المعلومات بتاعتي. اخر نقطه حابه اتكلم عليها النهارده وهي ايه هو نوع المحتوى اللي ممكن نقدمه. طبعا الموضوع بيختلف من ستايل للتاني ومن بيعتمد عليه حاجات كتير، بس انا هقول لكم الحاجات اللي تقريبا تمشي مع كل الناس.
طبعا اول حاجه التوتوريالز هتمشي مع كل الناس باي نوع رسم. تقريبا فيديوهات التوتوريالز عمرها ما هتخلص، هتفضل كتير وهيفضلوا يكتروا اكتر واكتر. محتوى كمان، وهو المحتوى اللي بيساعد فنان غيرك. يعني انت عرفت تعمل حاجه معينه فبتوري الناس ازاي يعملوا الحاجه دي، زي خطوات تساعد الفنان ان هو يبني مثلا عادات كويسه، خطوات تساعد الفنان ان هو يبعد عن الارت بلوك او ان هو يعديه. الفيديوهات بتاعه الخطوات دي بتساعد جدا 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 الفنانين. انا بصراحه دايما بحب اتفرج عليها لان هي بتساعدني كتير قوي. نوع محتوى كمان مش كتير قوي في المحتوى الفني بنلاقيه، المحتوى اللي بيخلينا نظهر المشاعر بتاعتنا سواء كانت حلوة أو وحشة، وخاصة الوحشة. مش دايما كتير بنلاقي ناس بتتكلم عن إحباطاتها وعن الوقت اللي هما ما بيكونوش قادرين يبدعوا فيه، ومش دايما بنلاقي ناس بتتكلم عن إن هما بيفشلوا. بصراحة أنا بحس إن المحتوى ده بيلمس الفنانين وبيلمس الناس عامة، بما إن مفيش ناس كتير بتتكلم فيه، فلما حد بيتكلم فيه بيبقى عليه تفاعل جامد جدا. الناس بتحس إن إيه ده، أنا مش لوحدي. دايما الفيديوهات اللي أنا ببقى خايفة منها وحاسة إن أنا ازاي هتكلم في الموضوع ده وان الحاجة دي هتبيني ان انا ضعيفة او ان انا مش بروفيشنال كفاية، دايما الفيديوهات دي اللي بتضرب اكتر، وبحس ان هي فعلا لمست الناس وقدمت لهم المساعدة، لان اللي حواليكوا بيشوفوا الفيديوهات دي بيحسوا بالدعم وبيحسوا ان هم مش لوحدهم. اتمنى ان الفيديو ده يساعدكم لو انتوا عايزين تبداوا تقدموا محتوى فني. لو عندكم تيبس تانية يا ريت تقولوها في الكومنت، انا هستفيد منها وغيري هيستفيد اكيد. وقولوا لي كمان ايه المواضيع اللي انتوا تحبوا نتكلم فيها. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وسبسكرايب، وتعملوا فولو على انستجرام. اتمنى ليكم يوم سعيد. باي.